ناس كتير سألت ايه هو النويز كانسليشن، وخصوصا بعد ما وصل من الفئات الفلاج شيب ونزل من السماعات اللي كانت كسرة الخمس والسبعة آلاف جنيه ونزل للسماعات الاقتصادية، وبدأنا نشوفه في فئة الألف جنيه موجود النويز كانسليشن. طب ايه هو النويز كانسليشن؟ وهل دلوقتي في 2025 لو سماعتي ما فيهاش نويز كانسليشن ما اجيبهاش؟ النويز كانسليشن بمنتهى البساطة هو شوية مايكات بيبقوا جوه السماعة بتاعتك، مهمتهم ان هم يعزلوا الضوضاء حواليك. هتقول لي طب ما انا بحط الجلدة في وداني وما بسمعش الصوت. هقول لك لا، الجلدة بتعزل الصوت بس لو مثلا الجلدة بتعزل الصوت بنسبة 40%، فانت مع النويز كانسليشن والمايكات دي هتاخد عزل بيوصل ل 80%، بل بالعكس في كمان عزل اعلى من كده. فالموضوع بيمشي ازاي؟ الفكره كلها ان المايكات دي بتطلع ذبذبات عكسيه، لان احنا زي ما احنا عارفين ان الصوت ده موجات. فالسماعه المايكات اللي بتبقى فيها اللي مسؤوله عن النويز كانسليشن بتطلع موجات عكسيه تقابل الموجات بتاعت الصوت اللي جايه فتكتمها. فيبقى ايه اللي هو عارف، اي حاجه نضربها في بعض تساوي، اي حاجه نقسمها على بعض تساوي واحد. هي نفس الفكره كده، انت بتخبط ده في ده فده بيروح مع ده، فاصبح السماعه بتعزل لك الصوت بشكل شبه كامل. مجرد ما بتلبسها انت ما بتسمعش حاجه. هتقول لي بس ده عيب، انا ساعات ببقى عايز البسها وفي نفس الوقت عايز ان انا اسمع اللي حواليا. هقول لك بسيطه، وقف نظام النويز كانسليشن. في نظام اسمه الترانسبيرنسي مود بيعمل العكس. ازاي العكس؟ يعني بدل ما يكتم الصوت، لا ده يدخل لك الصوت جوه السماعه لايف. يعني انت لو لابس سماعه عزلها 40%، بمجرد ما تشغل الترانسبيرنسي مود ده العزل ينزل اوتوماتيك مثلا ل 10%، حتى لو هي جلد. ودي الفكره من وضع النويز كانسليشن والترانسبيرنسي مود. هل هو مهم؟ اه مهم. هل هتموت من غيره؟ لا طبعا، مفيش حاجه بنموت من غيرها. بس هل تدور عليه في سماعتك الجديده اللي هتروح تشتريها؟ دور عليه، لان هو مفيد ولذيذ، وفي بعض الاوقات هيبقى ليه استخدامه. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو سريع عليك وكده ما كنتش طولت. كان معاكم حازم تيك فيو. ما تنساش تعمل لنا لايك وكومنت وسبسكرايب، وتقول لنا في الكومنتات هل انت كنت تعرف ايه هو النويز كانسليشن والترانسبيرنسي مود، ولا لسه عارفهم دلوقتي. سلام.